السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك شوية زيت وشوية لبن رايب أو قاطع على حسب ما بتسموه ومش عارفة تعملي بيه ايه، هاتيهم وتعالي هنحضر مع بعض 3 أنواع من مخبوزات الأفران، والتلاتة أجمل من بعض. هقولك ازاي بشوية مكونات بسيطة وبعجينة واحدة نقدر نعمل الجمال ده، وهقولك على التسوية المظبوطة علشان يطلع معاكي طري وباللون القمر ده. مخبوزات طرية وهشة وخفيفة، أطرى من العيش الفينو بكتير، سهلة جدا وبسيطة، تنفع للفطار بديل للسندوتشات ومع كوباية شاي بحليب، حاجة كده في منتهى الجمال. تابعي معايا الفيديو للآخر وحطي لايك واشتراك للقناة، ونسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نبدأ الفيديو. معايا كيلو من الدقيق متعدد الأغراض، أي نوع دقيق ينفع. مهم قوي ان احنا ننخل الدقيق في الاول علشان نضمن نظافته وندخل الهواء جواه. زودت عليه معلقة كبيرة من البودر، وزي ما احنا عارفين ان البودر فايدته انه مادة رافعة، بيخلي المخبوزات طرية وهشة وخفيفة. معلقة ملح صغيرة، ونقلب الدقيق مع البودر والملح كويس جدا. تعالوا بقى نركن الدقيق كده على جنب ونحضر المواد السائلة. في بولة اللي هعجن فيها ضفت اللبن الرايب، كنت بغلي الحليب فقطع مني فقلت ايه استغله واعمل منه حاجة سهلة كده وسريعة ومش مكلفة. زي ما انتوا شايفين اللبن قطع خالص اهو. شلت شوية كده من اللبن، حوالي نص كوباية، عشان لو العجينة احتاجت سوائل زيادة هزود منه. وزن الرايب كان 625 جرام، بالكوباية كوبايتين ونص. زودت عليه 6 معالق كبار مليانين من السكر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة. نقلب بقى المكونات كده مع بعضها لغاية لما السكر والخميرة يدوبوا تماما، وما يبقاش في اي قطع من الخميرة خالص ظاهرة على وش اللبن. لازم يدوبوا كويس علشان الخميرة ما تعمليش بقع كده على وش القرص بعد ما بتستوي. فلازم تدوبي الخميرة كويس، ما يبقاش في اي حبيبات خالص على وش اللبن. زي ما انتوا شايفين ما بقاش اي اثر خالص للخميرة. هضيف بقى معلقة خل كبيرة، ودي كمحسن للعجين. كمان ضفت نص كوباية زيت وزنها 125 جرام، ممكن تستبدليها بسمنة أو سمنة على زيت. ضفت كمان ظرف من الفانيليا، ممكن تستغني عنها، بس هي طبعا بتدي ريحة حلوة كده للقرص. نقلب وبعد كده هنضيف الدقيق. هقلب بقى الأول كده بالمعلقة، هلم يعني الدقيق باللبن كده بالمعلقة. وبعد كده هشيل المعلقة وأعجن بإيدي. بعجن بقى، ولو حسيت ان العجينة جامدة شوية بضيف لها شوية لبن، شوية بشوية يعني. انا عن نفسي العجينة بتاعتي اخدت شوية اللبن اللي انا كنت سايباهم على جنب كلهم. عاوزة اقولك ان ممكن تستبدلي اللبن الرايب بمثلا حليب او بمية، يعني المتوفر عندك والمتاح استخدميه، سواء حليب او مية او لبن رايب، وفي النهاية هتطلع النتيجة حلوة جدا. انا كده لميت العجينة بتاعتي، هي اخدت معايا اللبن الرايب كله اللي هم 625 جرام، اللي هم كوبايتين ونص بالمج، اللي بياخد من السوائل 250 جرام. انتي بقى ممكن الدقيق بتاعك ياخد اكتر من كده او اقل من كده على حسب نوع الدقيق اللي انتي مستخدماه. انا عاوزة العجينة تكون طرية وفيها سن التلزيق. بنعجنها كويس لغاية لما تبقى لينة، ولازم يكون فيها سن التلزيق علشان القرص تطلع معاكي طرية. لو ايدك وجعتك من العجن، غطي كده العجينة وسيبيها 10 دقايق وارجعي اعجني فيها تاني، هتلاقيها لانت كده وبقت سلسة في العجن. لميت العجينة بتاعتي ودهنت الطبق كده بشوية زيت صغيرين، وكمان غلفت وش العجينة بالزيت. هغطيها بقى بكيس بلاستيك وفوطة، واسيبها كده في مكان دافي لمدة 3/4 ساعة علشان تخمر. هي مش لازم تخمر قوي يعني، لان احنا لسه هنخمرها تاني. ودي العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت، تقدري تنزليها على الرخامة وتشتغلي فيها، او تشتغلي فيها وهي في البولة. انا هسيبها في البولة وهاخد منها جزء كده من العجينة اللي هشتغل فيه، والباقي هغطيه اسيبه في الطبق وهغطيه بكيس بلاستيك. بدهن الوش المفرش بحاجة بسيطة كده من الزيت علشان العجينة ما تلزقش عليه، او رشة دقيق، وبحط العجينة وبفردها بايدي او بالنشابة المتاح. سواء بايدك او عندك نشابة افردي بيها. المهم انا عاوزة العجينة تبقى متساوية،
بالشكل ده. السمك بتاعها مش عاوزاها رفيعة قوي ولا رقيقة قوي، عاوزاها يعني وسط بالشكل ده. بقطعة بقى او كوباية، اي حاجة قطعي بيها دواير، يعني ممكن غطا حتى علبة، ممكن تقطعي بيها، يعني المتاح عندك اشتغلي بيها، بس تكون كبيرة شوية. انا استخدمت غطا البراد، قطعتهم بالشكل ده. بعد كده بجيب قطعة اصغر منها شوية، انا استخدمت الكريم شانتيه، لان الحواف بتاعته بتبقى حادة شوية يعني، فبتقطع يعني ايه بسهولة. تقدري تستخدمي مثلا غطا ازازة، اي حاجة موجودة عندك، ونشيل جزء كده من النص، او ممكن ما تشيليش الجزء ده خالص وتسيبيها كده، برضو شكلها حلو. بس انا يعني حبيت اعمل لها شكل كده، شكل مميز يعني. بشيل العجين الزيادة من حوالين القرص اللي انا عملتها او الكعك اللي انا عملته. وبعد كده بقى حضرت الصاج اللي هرص فيه. الصاج بتاعي مش مدهون اي حاجة خالص، برص فيه الكعك بتاعنا، والعجين الزيادة اللي انا خرجته من حوالين الكعك، بجمعه تاني كده، وبعد كده بحطه في طبق وبغطيه بكيس بلاستيك وبسيبه يرتاح شوية. وبشتغل انا بقى في العجينة الاساسية اللي هي كانت خمرانة، وبسيب دوت لغاية لما يرتاح، وبعد كده برجع اشتغل فيه تاني. اخدت بقى جزء من العجينة الخمرانة، وفردتها برضو بنفس الطريقة ونفس السمك. لو لقيتي العجينة مش بتتفرد معاكي بسهولة او بتكش معاكي، ممكن تسيبيها، غطيها بكيس كده وسيبيها 5 دقايق بس ترتاح، وارجعي فردي فيها هتلاقيها بتتفرد بكل سهولة. وبقطعهم برضو بنفس الطريقة. وده كان اول شكل معانا. تقدري تعملي من العجينة دي اي شكل انت حباه، هي عجينة جميلة ومش مكلفة خالص، وهتطلع معاكي المخبوزات طعمها حلو قوي وهشة وخفيفة. بنشيل برضو العجين الزيادة وبجمعهم برضو مع بعض كده وبسيبهم على جنب، وباخد الكعك بتاعنا وبرصه في الصاج بالشكل ده، وبعد كده بغطيه وبسيبه يخمر في مكان دافي، ونجهز الشكل التاني. اخدت كده 3 قطع من العجينة بوزن صغير، كان وزن القطعة حوالي 30 جرام. ببرم كل قطعة كده والفها رول، مش رول كامل يعني، نص لفة كده، وبسيبه على جنب يرتاح، وابرم القطعة التانية وبرضو نص برمة، وبسيبها برضو جنب الاولانية، واخد القطعة التالتة وبرضو ابرم فيها، بس هي هتلاقيها ارتاحت اكتر من القطعتين الاولانيين، فهتلاقيها بتتفرد اكتر. تمام. بسيبها برضو وبرجع للاولانية خالص اللي كنا فردناها في الاول، قصدي برمناها في الاول، بتكون ارتاحت، واكمل فرد فيها واسيبها واخد اللي بعدها. فكل مرة هتلاقيها كده بتتفرد اكتر معاكي علشان ارتاحت اكتر. كل ما تريحي العجينة هتتفرد معاكي بكل سهولة. هبرم فيهم بالشكل ده 3 رولات كبار، وكل رول بيكون مقاس التاني، مش اكبر ولا اصغر. هاجي بقى من فوق كده وهلزق الاطراف مع بعضها، وهناخد كل طرف من دول ونلفه كده حوالين التاني بالشكل ده، يعني شكل الضفيرة. كلنا عارفين الضفيرة طبعا بتتعمل ازاي، طريقتها سهلة جدا وبتطلع معاكي في النهاية الشكل جميل. خلاص كده تمام. بعد ما شكلتها على شكل ضفيرة، بلم بقى الأطراف اللي في الآخر وبلزقهم كده في بعض كويس جدا، وبعد كده بلفها وألزق الطرفين كويس جدا كده عشان ما تفتحش معايا بعد التخمير. وده شكلها في الآخر، شكلها حلو جدا اهي. برصها بقى في الصينية وبعمل بنعمل كده واحدة كمان. أخدت المرة دي 6 قطع من العجين علشان يعني أعمل 2. فببرم بقى القطع بالشكل ده. العجينة طبعا هي ارتاحت لان انا حطيتهم بقالهم يعني شوية كده فارتاحوا، فبتتفرد بسهولة زي ما انتوا شايفين كده. اللي مش هتتفرد بسهولة بتبقى عاوزة ترتاح شوية كمان، فبسيبها شوية وبرجع لها تاني، ونرجع بقى نبرم فيها كده. برمت اهوت ال3 قطع، هلفهم بقى على بعض علشان يدوني شكل الضفيرة بالشكل ده. واهم حاجة تقفلي في الاخر كويس جدا علشان ما تفتحش بعد التخمير. شايفين شكلها جميل قوي؟ شايفين شكلها حلو ازاي؟ في منتهى الجمال. هكمل انا بقى علشان ما اطولش عليكم الفيديو.
نيجي بقى للشكل التالت، هعمله قرص عادية خالص بالسمسم. كورتهم بالشكل ده، وكل قطعة كان وزنها 65 جرام. كورتهم وبغطيهم وبسيبهم بقى ايه 10 دقايق كده يرتاحوا، وبعدين هنفردهم في الصاج. ده الشكل التاني بعد ما رصيته في الصاج، هغطيه واسيبه بقى لما يخمر براحته. وبعد ما القرص ارتاحت بفردها بقى بسمك وسط، لا هي تخينة قوي ولا هي رقيقة قوي. وبعد كده رصيتها في الصاج، وبرضو الصاج نفس الطريقة، برضو ما دهنتوش اي مادة دهنية. لو لقيتيها القرص وانتي بتفرديها بتكشي معاكي، يبقى سيبيها ترتاح 5 دقايق كده كمان، وبعد كده كملي فرد بيكون ارتاح. وده شكلهم في الصاج، بغطي عليهم وبسيبهم بقى لما يخمروا. وبعد ما المخبوزات اختمرت معانا، حضرت صفار بيضة وضفت عليها معلقتين حليب وظرف من الفانيليا، وقلبتهم كويس كده علشان ندهن بيهم وش المخبوزات بتاعتنا. مش حابة صفار البيض، استخدمي حليب بس، او ضيفي عليه رشة من القهوة سريعة الذوبان، او ممكن مية بسكر، او تسيبوها كده من غير اي دهن خالص، هتحمر وهتبقى جميلة جدا. بس انا بضيف صفار البيض علشان بس بيدي لمعة حلوة. بدهن وش الكعك، واللي بدهنه برش عليه شوية كده من السمسم على طول قبل ما البيض ينشف عليه، علشان السمسم يلزق كويس. ممكن تستغني عن خطوة السمسم دي لو مش حباها. في الوقت ده انا بكون مشغلة الفرن علشان يسخن على درجة حرارة 220. لازم الفرن يسخن جدا، وبدخلهم على الشبكة في النص، والفرن يكون شغال من تحت بس. واول ما بياخد اللون الذهبي الجميل من فوق بولع له الشواية ياخد اللون الذهبي من فوق. وفي بعض الافران هتلاقيها بتحمر من تحت وفوق في نفس الوقت. يعني انا عن نفسي الفرن بتاعي انا ما شغلتش الشواية، القرص احمرت من تحت، خدت اللون الذهبي، وفي نفس الوقت اخدت لون من فوق ذهبي حلو من فوق من غير ما اشغل الشوايه. الصاج اللي بيجهز معايا بدخله الفرن على طول طالما الفرن كان سخن. وده الصاج التاني، شكل الضفيرة، برضو بدهنه بصفار البيض وبضيف عليه رشة سمسم، وباخده بدخله الفرن على طول، وبنفس الطريقة عملت القرص. ودي المخبوزات بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. اول ما بتخرج برشها كده بشوية مية وبغطيها بفوطة علشان ترد من حرارة الفرن. وده الصاج التاني، شكله تحفة زي ما انتوا شايفين اهو، برضو نفس الطريقة برشه بالمية وبغطيه. وده الكعك المدور، برضو رشيته بالمية وبغطيه. ودي بقى شكل المخبوزات بتاعتنا، شايفين قد ايه هي طرية وجميلة، والتسوية بتاعتها ممتازة جدا، خفيفة وطرية، جميلة جدا بصراحة. والطعم ما شاء الله عليه، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها من جمال طعمها. خفيفة جدا، مش مكتومة ولا حاجة ولا تقيلة، والريحة أثناء التسوية حاجة كده ما شاء الله. من كيلو دقيق عملت صاج مليان من المخبوزات. شايفين حلوة قد ايه؟ طالما عجنتي العجينة كويس جدا وخبزتيها على درجة حرارة مظبوطة، والعجينة تكون فيها سن التلزيق، هتطلع معاكي طرية وهشة وخفيفة مش مكتومة، حاجة كده من الآخر. أهم حاجة في التسوية تدخل على فرن سخن جدا علشان ما تاخدش وقت في التسوية، علشان ما تنشفش معاكي. هي أخدت معايا في الفرن 15 دقيقة، من 14 ل 15 دقيقة، وبقت بالجمال ده. شايفين حلوة قد ايه؟ طرية وهشة في منتهى الجمال. ممكن تعملي من القرص المدورة دي، ممكن تفتحيها وتعمليها سندوتشات، حاجة كده تحفة. عايزة تخزنيها حطيها في أكياس وحطيها في الفريزر، وطلعيها قبلها بساعتين 3 كده تفك، يا إما تدخليها الفرن أو الميكروويف، هتسخن وهتبقى كأنك لسه مطلعها من الفرن على طول. أتمنى أنكم تجربوها وإن شاء الله هتعجبكم. كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفي قناتي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.